في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. الزمالك يخسر بصعوبة قدام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية بسيناريو قاسي. خسر فريق الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في المباراة اللي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب 5 يوليو بالجزائر ضمن ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء شهد أحداث درامية ومثيرة جدا حتى اللحظات الأخيرة. ورغم الهزيمة لكن الزمالك قدم مباراة قوية جدا على مدار ال90 دقيقة، وكان ند حقيقي للفريق الجزائري، بل وفي أوقات كتير كان الأقرب للتسجيل والخروج بنتيجة إيجابية من الجزائر. الزمالك بدأ المباراة بشكل هجومي واضح، وظهر تركيز اللاعبين من أول دقيقة، ونجح الفريق في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى اتحاد العاصمة خاصة في بداية اللقاء. وفي الدقيقة ال5 أضاع شيكو بانزا فرصة خطيرة جدا كانت كفيلة إنها تعطي الأفضلية للفريق الأبيض مبكرا بعد هجمة منظمة وصلت له داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بدون ما تتحول لهدف. وبعدها استمرت المباراة مفتوحة بين الفريقين مع تبادل للهجمات ومحاولات من الجانبين، لكن دفاع الزمالك ظهر بشكل قوي ومنظم ونجح في التعامل مع ضغط الفريق الجزائري والجماهير الكبيرة الحاضرة في ملعب 5 يوليو. ومع مرور الوقت الزمالك بدأ يدخل أكتر في أجواء اللقاء، ونجح في الوصول لشباك اتحاد العاصمة عن طريق خوان بيزيرا في لقطة كانت هتشعل المباراة بالكامل وتمنح الأبيض أفضلية مهمة جدا قبل العودة في القاهرة. لكن فرحة الزمالك ما كملتش بعدما تم إلغاء الهدف وسط جدل كبير بداعي وجود خطأ على حسام عبد المجيد في بداية اللعبة، قبل ما الحكم يرجع ويحتسب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة وسط اعتراضات قوية من لاعبي الزمالك والجهاز الفني. وفي الدقيقة 97 نجح أحمد خالدي في تسجيل هدف المباراة الوحيد من ركلة الجزاء ليخطف الفريق الجزائري الفوز في توقيت قاتل جدا وسط صدمة كبيرة للاعبي الزمالك والجماهير. ورغم الخسارة إلا إن الزمالك مازال يمتلك فرصة قوية جدا في مباراة العودة،